السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أغلى أخوات في الدنيا، كل سنة وانتم طيبين. رمضان كريم عليكم يا رب يا حبايبي، وعلى أولادكم وعلى أسرتكم كلها يا رب. النهاردة بقى قلت أصور معاكم الفطار بتاعنا. جانا بنتي الحمد لله من السنة اللي فاتت بتصوم، والسنة دي صايمة. هي عندها ما شاء الله 10 سنين. الحمد لله ربنا كرمني فيها. وربنا يخلي لكم كل ولادكم ويشفي اخواتها يا رب، ويشفي كل مريض، يشفي محمد واحمد ولادي ويشفي كل مريض. حبيت اصور معاكم الفطار بتاعنا النهارده. رمضان كريم عليكم. عملت صينيه مكرونه. جنى طلبت مني جلاش باللحمه، بس عندي محمد ما بياكلهوش، فقلت اعمل صينيه مكرونه عشان خاطر انا ومحمد. عملت صينيه مكرونه اهي يا حبايبي. طبعا المكرونه البشاميل سهله وطريقتها معروفه، واهم حاجه ان البشاميل يبقى مظبوط معاكي وما يكلكعش ويكون كويس، انك انت تقلبيه بالمضرب على طول. انا بعمل البشاميل جميل وبتبله تتبيله حلوه، بيكون طعمه جميل. وعملت الجلاش اهو بطريقه كنت شفتها على اليوتيوب، غير الطريقه اللي احنا متعودين عليها او كله بيعملها. المرة دي انا حطيت كله على بعضيه، اللي هو اللبن والبيض والسمنة، ودهنت بيه ما بين كل الطبقات عشان خاطر شفته على اليوتيوب ان بيقولوا بيكون طري واحسن. هو دلوقتي طبعا لسه طالع من الفرن، انا هغطيه لحد قرب ميعاد الفطار فهتلاقوه هيطرى وهيبقى كويس. وادي المكرونة. وهنا كان عندي كرنب في الفريزر، وكان عندي شوية ورق عنب. انا بحط الطبق ده بس كده عشان خاطر يسوي المحشي كويس من النص. اهو هو خلاص تقريبا استوى اهي يا حبايب قلبي. قلت برضو عشان انتوا عارفين الجلاش والمكرونه لوحديهم يعني مش بيشبعوا او مش هيبقوا يعني وجبه بقى وكده. فعملت الحله الصغننه دي يا حبايب قلبي. هي كده شكلها خلاص استوت، انا موطيه عليها بعد ما غلت طبعا. وهنا بحضر بعمل شربات، هعمل صينيه كنافه وابقى انزلها معاكم. عملت قطايف بس ما صورتهاش، والمره دي هعمل صينيه كنافه محضراها اهي. بس طبعا الحاجات دي كانت في الفرن، فقلت بقى بالمره وانا مولعه الفرن وكده، وهو الواحد بيسلي صيامه. ربنا يقوي كل واحده على اولادها وعلى بيتها ويرزق الجميع يا رب. الظروف صعبه على الكل والكل تعبان. وانا برضو عايزه اوجه كلمه واقول حسبي الله ونعم الوكيل في اي حد عايز يقطع رزق ولادي او باصص لي في حاجه بتجيلي. انا ظروف جوزي على قده، معايا ولدين مرضى محتاجين كل شهر ألوفات، لأنهم عندهم توحد وتأخر ذهني وما بيتكلموش خالص، ولحد النهاردة ما بيخشوش الحمام. سن 9 سنين وسن 7 سنين، لأن محمد وأحمد ما بينهم سنتين. فبقول حسبي الله ونعم الوكيل في أي حد عايز يقطع رزقهم. أنا ما عنديش يا جماعة مشاكل مع أي حد على اليوتيوب. كل الناس بالمعروف إخواتي وحبايبي، مش خوف من حد، بالمعروف. لاني ما دخلتش اليوتيوب عشان خاطر حد ولا حبا في حد. دخلت وقلتها بكل صراحة، انا طالبة المساعدة لولادي، والكلام ده قلته كتير. ابوهم موجود والحمد لله، وربنا يديه طول العمر ويبعت له رزقهم وما يحوجنا لحد. بس راجل شغال على توك توك، يعني صاحب التوك توك بياخد منه كل يوم الايجار، واللي بيتبقى له ان كان بيفطر منه، ان كان بيتغدى منه، ان كان. فيعني ارجع اقول الحمد لله انا احسن من غيري. عايشه في شقه بابي مقفول عليا، محدش بيخبط عليا يقول لي ليا عندك جنيه. فالحمد لله. انا حبيت بس اقول الكلمتين دول يا حبايبي، واوريكم الفطار بتاعنا، واقول لكم كل سنه وانتم طيبين، وينعاد عليكم رمضان بخير يا رب. واقول لكم يا حبايبي السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.